الناظر لحال الفراعنة زمان واللي يبص على تماثيلهم الموجودة في المتاحف والمعابد والآثار والتماثيل بتاعتهم وأشكالها، هيلاحظ حاجة حلوة خالص. هيلاحظ إن التماثيل الفرعونية وأشكال الملوك والوزراء والناس دي لا كان عندها عضلات بطن ولا عضلات مجانس ولا تحابيس ولا مرابيس ولا ترابيس ولا أي حاجة. واللي يقرأ الحضارة الإسلامية القديمة، الحضارة أو حضارة المسلمين عامة، وفي السيرة النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة، مش هيجي له مثلا حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عضلات بطن ولا عضلات ايد ولا عضلات رجل ولا كتاف ولا شغل. ده اللي هتشوفه انت قدامك في التماثيل الفراعنه واللي هتسمعه من السيره النبويه ومن الحضاره الاسلاميه، الناس كانت اجسامها معتدله ولا تخينه ولا اجسام هزيله ضعيفه، ولا شخص مثلا عنده عضلات ولا شخص لازم يبقى عنده عضلات وانه القوه دي تتمثل في العضلات والكلام ده. حتة العضلات والجيم دي المجتمع الحديث دلوقتي والسينما والأفلام والمسلسلات حسست الناس وأرست للناس قاعدة إنه الشخص السليم والصحيح لازم يبقى بعضلات ولازم يبقى بالشكل والفورمات اللي الناس اللي السينما والمجتمع حطوا للناس ده. ودي طبعا غلط. أنا مش بلوم على الشخص اللي هيروح الجيم والكلام ده، أنا بس بقول للشخص العادي الطبيعي اللي جسمه صحيح من غير ما يروح الجيم، أنت شخص أقوى من اللي هيروح الجيم بشرطين. بشرط انك تشتغل وتتعب في شغلك، وبشرط الثاني انك انت تلتزم بالمعايير والمبادئ الصحيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام والدين الاسلامي حطها للناس عشان يمشوا بيها ويبقى صحتهم تمام وعال. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. يعني انت لو شخص ما اكلتش غير لما تجوع ولو اول ما تشتاق ما تشبعش قوي هتبقى صحتك تمام. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اتقوا شر الابيضين اللي هم الملح والسكر. لو خفيت ملح وسكر حياتك هتبقى مظبوطه وجسمك هيبقى صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشرب الميه وهو قاعد ثلاثا على 3 مراحل وبيسم وبيحمد في كل مثلا شربه. انت دوك لو عملت كده دينتك هتبقى تمام وكليتك هتبقى تمام ومش عارف ايه والامور دي. لو التزمت بالمبادئ والوصفات الصحيه والكلام اللي كانوا بيعملوه الفراعنه زمان جسمك هيبقى مظبوط تمام. مش هيطلع لك عضلات ولا هتقوم لك عضلات في كتافك ورجليك، لا بس جسمك هيبقى صحيح وقوي، وعن شرط هيبقى معصب وعصبك اقوى من الشخص اللي هيروح الجيم، وهتبقى اقوى من اي حد في الجيم. فالتزم بالمبادئ الصحيه اللي الاسلام حطها واللي لقيناها زمان المصريين عملوها، جسمك هيبقى تمام ومعتدل، ووفر على نفسك وقت وجهد وفلوس هتضيعها في رحتك للجيم. وبالعكس لو جيت تريح شهر ولا شهرين جسمك مش هيبوظ ولا يعطل. بتاع الجيم ده اللي هيروح الجيم وعامل عضلات فوق وتحت ما يقدرش يهيف اسبوع عن الجيم ولا شهر. لو ساب الجيم شهر كده جسمه هيخرب تاني، هو مثل جسمه هيخرب ولازم يروح عشان يبني جسمه من تاني. فهم خليهم هم في الوادي بتاعهم وبلاش انت تبتلى باللي هم فيه. انت خليك شخص مسلم طبيعي، شخص عادي خالص، تلتزم بالمبادئ الصحية العامة اللي الدين الإسلامي حطها واللي لقينا الفراعنة عليه، عشان جسمك يبقى طبيعي وقوي من غير مكملات ومن غير حديد ومن غير صلاة ومن غير ما تضيع وقت ولا تتعب في انك تعمل جسم. تعبك ده خليه في شغلك وفي حياتك، وخليه في شوية الانتظام على العادات والمبادئ اللي حطها الدين الإسلامي لنا.